انا مضيت معاهم السنه اللي فاتت شهر واحد. تمام. مضيت العقد، انا اتمرنت معاهم تمرينتين بالظبط، 3 والرابعه كنت بمضي. اتفقنا على مرتب وعلى كل حاجه. انا اصلا لما رحت كان الفرقه فيها مشاكل، وكان رئيس القطاع سابهم ومشي، فما كانوش بياخدوا فلوسهم. فريق اول انا تمام 3. تمام. فالحمد لله ربنا كرمهم وخدوا فلوسهم وكل حاجه تمام. طيب انا مرتبي بس في عايزين حساب شويه تمام. انا كان عندي حساب واتقفل، حساب شباب واتقفل، كنت صغيره. تمام. طب احنا عايزين حساب يتفتح، المفروض انتوا اللي بتصرفوا ده. تمام. انا اللي بقيت الف من شهر واحد اللي فات، انا عماله الف على راسي اي دي، عباسيه، مدينه نصر، معادي، كذا كذا، مفيش. طب خلاص يا جماعه، طب فلوسي خلاص هاتوا حساب بنك تاني. جبت لهم حساب بنك شخصي من البنك الاهلي، في اي دي كمان. قالوا لي استنى شهرين وبعدها قالوا لي لا احنا عايزين سي اي دي. قلت قولوا لي اعمل ايه؟ كنا انا وبنت اسمها ندى مؤمن ودينا لحد شهر 5 اللي فات، اللي هو لحد اخر ماتش في الدوري، انا فلوسي ما خدتهاش. تمام. فكل ما اتكلم شهر الجاي لحد شهر 8 او 7 اللي فات بعتوني لفرع سي اي بي اللي في مدينه نصر، وحلوا المشكله وفتحوا لي الحساب. من ساعتها كل شهر فلوسك هتنزل، مرتبك هينزل طبعا، وانا ما بتكلمش. تمام. انا اغلب التمارين ما كنتش بروحها، ولما كلموني قلت لهم انا مش هصرف على النادي. انتوا ما تدونيش عشان اديها، انا هاجي التمارين اللي انا اقدر اديها بقى، معلش بصرف على نفسي، مش هديلكم التمارين كلها، ما باخدش منكم مرتب، وانا مطلوب مني ان انا اجي كل يوم تمرين تجمع ده الفريق بتاع الدولي. فلا. طب كلمي اسلام شكري رئيس القطاع، اكلمه يقفل في وشي، جوز اختي يكلمه يشتمه، يروح اسلام شكري شافني وقفل في وشي ويلقفني الاداريه شويه، والاداريه تلقفني مش عارف مين شويه، وسائل اسلام شكري. بس كل ما اكلم اروى اللي هي الاداريه، الشهر الجاي مريض فلوسك هتنزل، الشهر الجاي انا بقى لي سنه، انا ليا 35,000 جنيه المفروض ان في فلوس عقد. انا لما بمضي المفروض بيدوني المقدمه بتاعت العقد. تمام. يعني انا المفروض ليا 48,000 جنيه، وكذا حد يقول لي في مقدمه، ويجي يرجع في كلامه يقول لي لا مفيش مقدمه. حسيت ان الشعور فيه لعب. فبصراحه انا اخر ماتش في الدوري انا لعبان. هما كانوا لما انا كنت اجيب تمرينتين ولا حاجه ما يحطونيش في السكور، قلت مش فارقه معايا، النهارده مش هتدوني فلوس، طلعوا لي فلوس، اصل انت ما بتجيش التمرين. قلت انا مش هاجي كل التمارين، انا مش هصرف على النادي يا جماعه، انا واحده فريق اول، المفروض ان اللعبه دي انا ماضيه عقد عشان تديني كمان اللي تجيبها 3. تمام. انا كان في اداري اسمه يوسف، بصراحه ربنا يكرمه، بجد ربنا يكرمه، هو الوحيد اللي كان محترم فيهم. كان بيهربي، انا عرفت ان شهرتي تهرب، انا اللي مضيتك وانا اللي بقول لك شهرتي انا. وقال لي يا بنتي خليكي وراهم عشان دول مش هيطلعوا لك فلوس. لا انا فري، هم سقطوني سيستم عندهم. انا اتقال لي روحي اعملي شكوى في الاتحاد، ورحت لهم القيد، قلت لهم مش هستفاد حاجه وتقدمي فلوس. اللي قال لي ارفعي قضيه، قلت هتكلم بالود الاول. بقيت اكلم اسلام شكري ومعايا الشات كله وبكلمه ولا بيرد، بيشوف انا عارفه ان انا بشوف المسجات وما يردش، ولو كنت رنيت عليه كان يفتح المكالمه لما يعرف ان انا يروح قافل. مش هيعملوا اي حاجه طالما بيراميدز واي فرقه كبيره ما يقدروش يعملوا لهم حاجه. فعمالي كلمت اروى سامح الاداريه، تمام، اللي هي اصلا صاحبتي من 7 سنين فاتوا، هي كمان بقت رايحه تشوف اسلام شكري عشان بتخاف منه تقريبا، ما اعرفش ماسك عليها ايه ولا بيعمل ايه. وخايفه كل ما اقول لها انا هقول له بدات تقول كلام ما حصلش، وتقول حاجات ما حصلتش معايا سكرينات بده كله، وتقول لي لا انا ما قلتش كذا، هو يجي يقول لي لا هي قالت كذا. مدرب تاني اسمه رشدي كان برضه اداري، بس اداري ناشئين وماسك فريق اول، ده اصلا كان هو اللي بيحط التشكيله، يعني احنا ماسكنا مدير فني اسمه ياسر، كان هو اللي بيحط التشكيله بداله، هو اللي يقول ينزل مين ويطلع مين وقعد مين ولاعب مين. كان في حاجات غريبه في بيراميدز بتحصل في الفتره اللي عرفت فيها. كان ده مؤمن كان ليها موسم كامل وخدته، ما اعرفش. ده انا بحاول افهمه منهم مش محدش عايز يديني اي رد. بروح يقولوا لي مش هتعرفي تدخلي لحد، هم محرضين بره ان انا ما ادخلش تقريبا. انا كل ما اكلم اروح اقول لها انا هاجي، تقول لي لا ما تجيش انا هخلص لك الدنيا. اخر الكلام بيني وبينها قالت لي لو فلوسك ما نزلتش انا هدخلك للمحافظ نفسه.
كل شهر تيجي تقول لي اصل الورق بيتمضي في الامارات، اصل مش عارفه ايه اللي بيتعمل في الامارات، وبتنام عادي. قلت لها يا اروى ده انا قلت لك حسبي الله ونعم الوكيل فيكي وبنتك، لو انت مقصره ان انت تطلعي لي حقي بعيدا عن النبي عن صحوبيتنا حتى يا ستي. قالت لي لا انا مش مقصره ومش عامله. واكتشفت ان هي وجوزها وكلهم ما شاء الله عاملينها تفكيرها مع بعض. ما خدتش اي حاجه، انا مضيت في شهر 1 لشهر 5 لنهايه الموسم، انا ما خدتش جنيه. الفرقه دي والله ما شفت منها جنيه، حتى اللبس ما كانش مديني اللبس كام. كانوا مديني طقم واحد للماتشات وترندين، المفروض ان ليا طقمين تمرين ما خدتهمش، ومديني شنطه سفر المفروض ليا شنطه تمرين ما خدتهاش. والله بقى زي ما انا الفتره الجايه نازل بقى اشترياتهم كلها، اشوف محل كويس يرفع قضيه واروح على الاتحاد. هم الثلاث حاجات دول اللي همشي فيهم. كلمت كابتن اكرامي فرج لو عارفاه، قلت له يوصلني بيها قال لي حاضر. ان في مليون حد متاكل حقه في بيراميدز، وهم انا فيها صاحبتي قالوا عليها ان هي مريضه نفسيا عشان ما يدهاش فلوسها. الفكره ان نسخه العقد بتاعتي معايا. انا كلمتهم عشان اخدها، ما حدش رضي يعبرني فيها. ما النسخه اللي في الاتحاد. هو بيكون في نسخه في الاتحاد ونسخه معاهم ونسخه بتاعتي معاهم برضه. انا بعمل كده فعلا والله. يعني انا كلمت كذا حد وفي كذا حد مكلمني، انا مكلمني زمالك مكلمني وسام عرابي، فقلت لهم خلاص بس في بيراميدز ده وان شاء الله الفريق يقدمها افضل. بس ان شاء الله ربنا معاك.